لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد. وزي ما دايما بنقول من اول يوم في ثوره 25 يناير لكل الفتره بعد الثوره، كلنا بقينا مهتمين بالسياسه، كلنا بقينا مهتمين بمتابعه الاخبار، كلنا بقينا مهتمين بفهم المصطلحات السياسيه اللي بقت بتستخدم بكثره الايام دي وما كناش فاهمينها قبل كده. على راس كل ده كلنا مهتمين بالدستور، الدستور اللي عليه متوقف مستقبل الوطن بالكامل، الدستور اللي أعيد صياغته أكتر من مرة لصالح رئيس الجمهورية السابق. أضاف ليه بنود واتشال منه بنود واتغير فيه بنود، بس يمكن مش كلنا عارفينهم ومش كلنا فاهمينهم، بنسمع أرقام بس مش فاهمين هي إيه. في مجموعة من ثوار ثورة 25 يناير قرروا إن هم يشكلوا لجان لتثقيف الناس وتوعيتهم بالدستور. هنعرف منهم اكتر النهارده، وهنعرف هم ابتدوا ازاي وايه المحافظات اللي راحوها لحد دلوقتي، وهنعرف اكتر عن مشروعهم من استاذه حنان عبد الستار واستاذ عبد الباقي حسن، اعضاء مجلس اطلقوا عليه مجلس قياده الثوره. اهلا بيكم، نهاركم سعيد. اهلا وسهلا حضرتك. يعني طبعا عايزه ابتدي استاذه حنان في الاول، فهمينا ايه مجلس قياده الثوره. هو بس في البدايه اود تقديم التحيه لشهداء الثوره 25 يناير، واود برضو تقديم التحيه للمجلس العسكري والجيش مصر العظيم اللي هم خير اجناد الارض، اللي ساندوا الثوره وكانوا سبب مهم جدا من اسباب نجاح ثوره 25 يناير. وبرضو اود تقديم الشكر للشعب المصري بالكامل، واخص منه شباب مصر اللي هم كانوا النواه او الشراره او الشعله لثوره 25 يناير. واشكر حضرتك طبعا على استضافتي في البرنامج. بخصوص مجلس قياده الثوره، هو مجلس تم تاسيسه خلال ثوره 25 يناير، مجموعه من معتصمي ميدان التحرير بيعبر عن حوالي من 4 ل 6 مليون شاب في جميع محافظات مصر. مجلس قيادة الثورة منوط بأعمال عديدة جدا. مجلس قيادة الثورة بيشكل لجان شعبية. اللجان الشعبية دي بتقوم بدور كبير جدا، من بداية من اسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا، يعني من شمال مصر لجنوبها. تمام. بيقوم بأعمال كثيرة جدا، تشكيل لجان شعبية. من أهم الأعمال اللي بتقوم بها اللجان الشعبية في جميع قطاعات مصر المختلفة، أول حاجة نشر الوعي السياسي والفكري لدى المواطن المصري. حضرتك عارفه تماما ان نسبه الاميه في مصر حوالي تقريبا 40%، فاحنا بنشتغل على الجانب دوت لانه بيستغل بشكل خاطئ في الانتخابات. ونحن طبعا مقبلين على انتخابات مجلس الشعب والشورى في سبتمبر، وبعدين انتخابات رئاسه في ديسمبر. فطبعا لابد من نشر الوعي الفكر السليم السياسي. بعض المصطلحات السياسيه اللي الناس مش مدركاها او لا تعلم عنها شيء، بنبدا نعرف الناس ايه معنى المصطلحات ديت، بنبدا نوجه الناس بدون طبعا توجيه لاشخاص بعينها، لكن بنوعي الناس بمفهوم اهميه صوتك، انت من حقك تديه لمين او لا تعطيه لمين. وطبعا مش انت عارف حضرتك معايا ان معظم يعني مدن الصعيد تقريبا على وجه الخصوص الجزء القبلي فيها او العصبي بيحتل مكانه كبيره جدا. فاحنا بنوعي الناس بشكل كبير ان انت ما تديش صوتك الا اللي هيقدم فعلا الصالح العام او يخدم المواطن بشكل مباشر بدون اي مصالح شخصيه او خلافه. ده جزء من الاجزاء اللي هو نشر الوعي الثقافي والفكري لو والسياسي. اتكلمنا بقى عن حاجه بالتفصيل اكتر، لجان لتعريف الناس او تثقيفهم بالدستور، احنا بنتكلم الاول على انهي دستور؟ الدستور القائم حاليا ولا الدستور اللي بنأمل انه يكون موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نشكر الله سبحانه وتعالى ان ربنا انعم علينا بقياده قوات مسلحه على مستوى المسؤوليه وعلى مر التاريخ بيثبتوا جدارتهم، وهم الامن والامان للوطن في الداخل والخارج، وده من فضل الله على مصر الحمد لله. فشكر الف شكر للقوات المسلحه على الدور الكبير اللي قايمين بيه، والحمد لله ربنا يوفقهم. ثانيا الفتحه لروح الشهداء، شهداء الثوره، لان اي ثوره ما بتنجحش الا برضو بيبقى فيها نوع من الاستشهاد الدم يعني. فنسال الله ان يصبر اهلهم ويفتح روحهم ويجعلهم في الجنه خالدين ان شاء الله. بسم الله الله. الرحمن الرحيم. ثانيا نشكر الله ان ربنا انعم على مصر بشباب واعي مثقف استطاع يحقق اللي احنا عجزنا، اجيالنا عجزت تحققه.
صدمنا كتير مع النظام الفاسد السابق كتيرا، ولكن لم نحقق شيئا. ونحمد الله ان ربنا انعم على مصر بهؤلاء الشباب الممتازين علميا وابطال بمعنى الكلمه، وربنا يوفقهم ويحملوا لواء هذه البلد بإذن الله. ويكلل جهودهم دائما بنجاح. حضرتك كنت من معتصمين ميدان التحرير وقررت انك تنضم الحمد لله. لمجلس قيادة الثورة زي ما اتفقوا عليه. انا قدرت كتير حقيقي يعني فهمنا بقى دور كده اللجان دي عامل ازاي؟ اللجان الشعبيه هدفها توعيه اولا الوعي السياسي الحالي في البلد. البلد كانت بتعيش في ظلمات جهل كثيرا غصب عنهم، العصبيه القبليه والى اخره. فاحنا بنوعي الناس دلوقتي ان يخلي صوته للوطن الام قبل ما يدي صوته لاخوه، لو كان اخوه من الفاسدين او اتباع الفاسدين. لا، لازم يكون ولاؤه للوطن الام. فده دور اللجان الشعبيه، ازاي نخلي المواطن يدي صوته على وجه الصحيح لمن يستحقه ليخوض هذه البلد الى خطوات تقدم عشان نسير الدول اللي تقدمت واحنا تخلفنا عنها. عشان ازاي نلحقهم بعمليه سياسيه ناجحه، بان الصوت المواطن بيشارك في العمليه السياسيه، بيشارك في سياسه الدوله، يوصل للمستحقين بالظبط قبل ما يوصل لاخوه او لعمه او لخاله. العصبيه الجاهليه اللي كنا بنعيش فيها في الفتره الماضيه بنوعيه انه يوصل يدي صوته. بنوعيه بقى عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا ندوات ولا بنوعيه عن طريق بنعمل منشورات ولا بنوعيه لقاءات، بنجمعهم، بنقول لهم المفاهيم الخطأ ايه. يعني ما بنفرضش راينا عليهم، بنحاول ندخلهم معانا في حوار، بس هم اغلبيتهم بيعترفوا هو مبدي ان احنا عليهم من توعيه. يعني ما بنفرضش عليهم راي، بس بنخش معاهم في حوار. اللقاءات دي يا استاذه حنان بتكون فين؟ في محافظات ولا في القاهره؟ طبعا، يعني حضرتك عندك محافظات مصر كامله في ندوات مستمره، بيحضر الندوات دي مجموعه كبيره جدا من النخب المثقفه في مصر والعلماء والسياسيين. يعني استعنتوا بالسياسيين واساتذه السياسه هم اللي بيكلموا الناس. والشباب، وطبعا الشباب لا يقل اهميه، لان هو الشباب قائد الثوره عامه. بس يعني السياسه خبره، بنحتاج ان يكون حد ادرى بالمفاهيم دي هو اللي يشرحها للناس، مش هنكون برضه محايدين. شباب مصر بصفه عامه يعني حماسي جدا جدا، ثوري بشكل كبير جدا، لكن ممكن يكون احيانا بيفتقر لعنصر الخبره. وعشان كده يعني ما نقدرش نفصل طبعا الشباب عن قيادات او الناس كبار العلم او العلماء او النخب السياسيه، مهمين جدا طبعا. بس في جزئيه اللي حضرتك عليها استكمالا للحديث عن اللجان الشعبيه اللي احنا بنقوم بيها. في جزئيه اللي هي اللجان الشعبيه اللي بتتكلم عن العشوائيات، تمام، وحل مشاكل العشوائيات او التفكير فيها بشكل جدي، عقد لقاءات مختلفه مع ناس موجودين في العشوائيات ومتطلباتهم. وطبعا يعني يحضرني بالذكر طبعا تقديم الشكر الخالص لمشير طنطاوي والمجلس العسكري اللي هو قرر رصد 50 مليون جنيه لدعم العشوائيات والقضاء عليها او اعاده هيكلتها مره اخرى. ده طبعا يعني ما ننساش ان ده موقف جيد جدا ورائع جدا، وهو واجب طبعا على كل مواطن مصري، مش المشير بس او المجلس نشكر العسكري كمان صور يعني ميدان التحرير اللي شكلوا لجان كتيره جدا وشكلوا جمعيات كتيره جدا للزرع، الترميم، يعني عملوا حاجات كتيره قوي. احنا الاسبوع اللي فات استضفنا مجموعات كبيره كانت بتهتم بالشؤون البيئيه وكانوا هايلين بصراحه. في حضرتك جزئيه ثانيه احنا برضو شغالين عليها اللي هي خاصه بالتعاون والتنسيق مع وزاره التضامن الاجتماعي. استراتيجيه بالظبط كده، اللي هو العمل على رغيف العيش المواطن، ضبط المخالفات، فران العيش، الجزئيه بتاعت انبوب الغاز او البوتاجاز توفيرها برضو للمواطن بسعر اقتصادي جدا، منع الاستغلال. وانا برضو بشكر وزير التضامن وكل معاونيه التعاون مع الشباب بجديه. احنا ما خبطناش على باب وزير ولم يستقبلنا. ده يعني اخص بالشكر جدا يعني وزاره التضامن لتعاونها مع الشباب بشكل جدي. برضو احنا بنقوم يعني انا سريعا عايزه اعرف من حضرتك رحتوا كام محافظه ورد فعل الناس كان عامل ازاي؟ اكتر محافظات حضرتك طبعا اسكندريه، المنيا، محافظات الصعيد لان نسبه الوعي فيها ممكن تكون قليله بشكل كبير. دي المحافظات كان في استجابه من الناس، يعني الناس مستجيبه بس ايجابيه. قبل تخوني الذاكره فضلا كامل الف ستة اضيف حاجه. نشكر الدكتور جود عبد الخالق استاذ الاقتصاد، استاذي سابقا يعني، بنميل للفقير وبنقول له من خلال هذا البرنامج نأمل ان سيادتك بمجهوداتك المعروفه عنك تطهر هذا الجهاز، لان انا كنت مفتش تموين ومدير حمايه المستهلك،
طيب. وكان النظام الفاسد القديم كان بيحط قدامي العراقيل عشان ما اوصلش السلعه بشكل جيد، كنت بحال في صخر. يعني احنا خلاص احنا بقى عايزين يعني دخلنا نقول من خلال هذا البرنامج وقت للدكتور جديد، يعني ان جهد شاء عبد الله الخالق نقدر ان شاء نكون الله بطريقه مختلفه. يزيد حلو طهر الجهاز بتاعه، ويفعل جمعيات حمايه المستهلك تفعيل عشان يوصل السلعه بشكل مناسب يحفظ كرامه المواطن. وبنقول الاجهزه الرقابيه زي جهاز حمايه المستهلك او الرقابه التموينيه عموما يفعلها عشان تقدر تحمي المواطن معدوم الدخل. يعني ما شاء الله طبعا ده يعني شغلكم جميل جدا، يا رب تقدروا توصلوا رسالتكم، ويا رب الناس فعلا تكون يعني واعيه اكتر بالدستور وبقيمه الدستور. وبنشكركم استاذه حنان عبد الستار واستاذ عبد الباقي حسن، يعني بنشكركم ونورتونا ونهاركم سعيد. بس عايزه اضيف ملاحظه اسمحك يعني قبل ما تختمي، اللي هي انا بدعو الشعب المصري بالكامل صغيرا وكبيرا ان احنا نرجع تاني لروح ثوره 25 يناير اللي احنا للاسف شديد جدا في الفتره الحاليه بدانا نفتقدها بشكل او باخر. انا بدعو يعني المصريين جميعا الالتفاف حوالين الثوره مره اخرى، العوده الى روح ثوره 25 يناير بايجابيه، التحلي بالصبر خلال الفتره الانتقاليه. صحيح، وكلنا بنتمنى ان ثوره 25 يناير ما تنتهيش. لسه طبعا معانا فقرات كتيره، استنونا بس بعد الفاصل.